اولا ازيكم، اتمنى تكونوا بخير. ثانيا العيله بتاعتنا بتكبر، النهارده احنا بقينا اكتر من 1000 شخص هنا على قناه دكتور ماريو. شكرا لكل حد وثق فينا وعمل لنا سبسكرايب، شكرا لكل حد علق لنا وبعت لنا مسج شجعنا فيها ان احنا نكمل. وعشان كده هنعمل مفاجاه وهديه لكل الناس اللي عامله سبسكرايب معانا هنا في القناه، وهقول عليها اخر الفيديو. اتمنى ان هي تعجبكم، واهلا بيكم هنا في قناة دكتور ماريو اللي بنتكلم فيها عن المونتاج وتصوير الفيديو. واشوفك بعد الانترو. اهلا بيكم هنا مرة تانية على قناة دكتور ماريو. بلاش يا صديقي وبلاش يا صاحبي، هنقول ان انتوا احسن فيديو كرييتورز في الدنيا، علشان تقريبا كده في ناس بتزعل. تمام ماشي، هنكملها احسن فيديو كرييتورز في الدنيا. النهاردة بقى هنبدأ ان احنا نتكلم عن الماسك، وهو تكملة للفيديو اللي اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت، وهنشوف نقدر ان احنا نعمل ايه بالماسك ونطلع بيه فيديوهات كويسة ازاي من الكاب كات. طيب ايه هو بقى الماسك الاول؟ هو ازاي ان انت تقدر تظهر جزء معين من الفيديو او تخفيه، او بمعنى اصح تقدر ان انت تظبط بيه مجموعة من الفيديوهات زي ما شفنا في الكروب مثلا الفيديو اللي فات، تظهر جزء معين وتخفي جزء معين زي ما انت عايز. والحقيقة ان هو بيدينا تنوع وبيدينا اشكال حلوة قوي في المونتاج وفي الفيديوهات بتاعتنا، وبنستخدمه بشكل كبير جدا. اي نعم هو كاب كات مش برنامج متخصص قوي في الماسك وما بيديناش تنوع كبير في الفيديوهات، ولكن هو بيعمل شغل حلو وبيقضي الغرض، والحقيقه بيطلع برضه جوده كويسه جدا. فتعالى ندخل على البرنامج ونشوف ان احنا ازاي نقدر نستفيد من الماسك في الفيديوهات بتاعتنا. طبعا يا صديقي مش محتاج افكرك ان عشان تستفاد بالهديه اللي هنقول عليها في اخر الفيديو لازم تبقى عامل سبسكرايب، فاعمل لنا سبسكرايب وما تنساش اللايك بتاعك. هنبدا بقى صديقي نفتح البرنامج الجميل بتاعنا. انا سحبت دلوقتي فيديوهين، الفيديو اللي تحت ده او الفيديو اللي انت شايفه قدامك ده الفيديو اللي انا ببقى عامل سكرين ريكورد للشاشه بتاع الشرح بتاعنا، وعليه الفيديو اللي فوق ده بيبقى فيديو مثلا مقدمه او اي فيديو تاني. يبقى انا بحط الفيديوهين فوق بعض في ليرين مختلفين. حلو الكلام. كل اللي انا بعمله ان انا بقف على الكليب اللي فوق او اللي انا عايز اعمل له ماسك، بعد كده بروح هنا عند خانه الفيديو فوق عند كلمه ماسك، هلاقي ان هو بقى فتح لي كذا شكل من اشكال الماسك. والحقيقه ان الاشكال هنا هي تعتبر اشكال جاهزه. كل اللي انا هعمله هختار مثلا الشكل اللي انا عايز اعمل بيه الماسك. في مثلا هنا شكل الستار، تعالى كده نخفي بس الفيديو اللي تحت ده علشان ايه نبقى شايفين كويس. هلاقي ان هو هنا بعد ما ضغطت على الستار عمل لي ماسك او اخفالي كل جزء الفيديو ونزل لي بس هو شكل الستار بالشكل ده. اقدر ان انا اتحكم فيها هنا، اقدر ان انا اكبرها بالشكل ده او اصغرها. هتلاقي عندك هنا كل التحكمات تحت بالشكل ده. هتلاقي عندك الفيزر ده اللي هو نعومة الماسك، بس الموضوع دوت احنا بنستغلوش قوي او بنستخدموش كتير. لو لاحظت كده هتلاقي ان في بدأ يعمل لك فيد على حدود النجمة بتاعتك. طيب هرجع هنا الفيزر اخليه 0، تقدر تتحكم هنا في السايز وفي الروتيت وفي البوزيشن بتاعتها. طيب لو انا عايز الجزء المعكوس او الجزء الثاني يا صديقي مش الجزء ده، هتطلع هنا هتلاقي عندك كلمة ريفيرس او العلامة اللي فوق دي، هتضغط عليها هتلاقي ان هو عكس لك الماسك، الجزء اللي هو اللي كان محدده غيره ببقية الفيديو او بحجم الفيديو التاني. طيب انا مش عايز كده، هرجع كنترول زد، يبقى دوت مثلا شكل الستار. طيب هرجع كنترول زد تاني، مش عايز نجرب شكل الستار، تعال نجرب شكل تاني. نخفي برضو الفيديو اللي تحت بتاعنا كده، في مثلا شكل القلب، قلنا ان احنا نقدر ان احنا نتحكم فيه من هنا بالطريقه دي. وبعد كده هقول لك تحطه في المكان اللي انت عايزه في الفيديو ازاي. طيب مش عايز اعمل حاج شكل القلب، عندي مثلا شكل الريكتانجل وهو المستطيل بالشكل ده، اقدر اتحكم في ابعاده من هنا، اقدر اخليه مربع بالطريقه دي، وبرضو اقدر ان انا اتحكم في الفيزر بتاعه، وكمان اقدر اتحكم في الراوند بتاعته، يعني اقدر اخلي الكورنرز بتاعته جايه بشكل راوند كده، وده بيبقى شكلها حلو الصراحه. طيب تعالى لو انا عايز بقى اظبط المكان بتاعه على الفيديو او عايز اظهره على الفيديو، تعالى نظهر الفيديو مثلا اللي تحته كده، وبعد كده نرجع للبيزك. اتاكد ان انا واقف على الفيديو اللي فوق، اقدر ان انا اتحكم في السكيل بتاعه بالشكل ده. تمام، طبعا احنا اتفقنا ان السكيل هو اللي مسؤول عن ان انت تكبر او تصغر الفيديو، تقدر تجيبه تحت هنا زي ما انا مثلا بعمل في الفيديو اللي انت بتشوفه دلوقتي. طيب تعالى نرجع كنترول زد ونلغي الماسك بتاع المستطيل، تعالى نعمله برضو شكل الدايرة.
هو المبدأ يا صديقي، سواء دايرة او مربع او ايا كان الشكل اللي انت عايز تعمله، تقدر تتحكم برضه في الفيزر، تقدر تتحكم فيه في كل حاجة. تقدر ان انت تجيبه من هنا من خلال البيزك، تغير الحجم بتاعه وتسيبه ايا كان المكان اللي انت حابب تسيبه في الفيديو بتاعك. تمام. طيب نرجع مثلا لخانة الماسك تاني. في عندنا بقى هنا هتلاقي الميرور دي هتلاقيها ان هو عمل لك زي بالظبط المراية، عمل لك اتجاهين عكس بعض في الفيديو بتاعك. تمام. وده اللي كنا قبل كده قلنا ان احنا نقدر نعمل من خلالهم السينماتيك بار. طيب هنا انا اقدر برضو اتحكم في الفيزر زي ما قلت، ولو عايز اعكس اقدر ان انا اعمل ريفيرس بالشكل ده، يبقى هو كده شال لي الجزء اللي في النص من الفيديو. لا يا عم الحاج، انا عايز يبقى مثلا شكله سينماتيك، او عندي السينماتيك بار اللي فوق بالشكل ده. طيب تعالى كده نصغر. شايف يا صديقي السهمين دول؟ تقدر انت تتحكم فيهم في الفيزر بالشكل ده، او تقدر انت تتحكم فيهم من تحت. تمام. حسب طبعا الفيديو بتاعك وحسب ما انت عايزه يطلع بشكل عامل ازاي. حلو الكلام. تعالى نستخدم مثلا حاجه مثلا تانية زي الهوريزونتال دوت. هو عباره عن خط افقي، هو بيقدر ان هو، او طولي طبعا، تقدر ان انت تتحكم فيه بالطول من هنا، او تقدر تميله زي ما انت عايز وتتحكم فيه سواء بالطول او بالعرض. حلو الكلام. لو حبينا ان احنا نظهر مثلا الفيديو اللي تحته بالشكل ده، هتلاقي ان الفيديو ظهر بكل سهوله، والموضوع سهل جدا. تقدر تتحكم في الفيديو سواء بالطول او بالعرض او زي ما انت عايز، ومن هنا تقدر برضو تتحكم في الفيزر بتاعه. يبقى الموضوع صديقي سهل جدا. تقدر ان انت تطلعه فوق وتحط كذا فيديو تحت بعض وتعمل لهم سبليت سكرين زي الفيديو مثلا اللي فات. طيب تعالى مثلا، احنا قلنا ان احنا الموضوع عندنا ما فيهوش تحكم كبير قوي، بس تعالى كده نبدأ نلعب شوية في الماسك ونشوف احنا ممكن نعمل منه ايه. تعالى بقى صديقي نجرب الماسك ده مع الباس بالشكل ده. تمام. طيب لازم يا صديقي الماسك بتاعنا يبقى من اول ما الباس بيبدأ ان هو يدخل لحد ما يبدأ او لحد ما يخلص الفيديو بتاعه خالص. تعالى هنجرب هنا الهوريزونتال بالشكل ده ونخرجه بره الفريم بتاعنا خالص بالشكل ده. تعالى يخرج بره خالص هنا، ونبدا ان احنا نعمل كي فريم. لو فاكر يا صديقي الكي فريم هو اللي كان مسؤول عن ان انت تحرك الفيديو بتاعك واحده واحده. حلو الكلام. بعد كده هنبدا ان احنا نجيب الماسك بتاعنا هنا بالشكل ده. تعالى نخفي الفيديو اللي تحته، نتحرك بسهم يمين عشان انا الماسك عندي هيمشي يمين. ولازم يا صديقي تبقى مركز قوي علشان الماسك ما يبص منك، ولازم تتحرك معاه فريم فريم. يعني كل ما هتحرك خطوة ليمين كل ما انت هتظبط الماسك بتاعك علشان ما يبص الموضوع منك. حلو جدا. تعالى نكمل زي ما احنا كده ونظبط الفريم بتاعنا بالشكل ده اهو كده. تمام. لازم يا صديقي تتاكد ان الماسك بتاعك خرج بره الفيديو خالص بالطريقه دي. هتلاقي يا صديقي ان هو مع الفيديو بتاعك، تعالى بس نعمل له شويه فيزر كده بالشكل ده او نعومه، هتلاقي ان هو مع الفيديو بتاعك او كل ما الباس هيمشي هيبدا ان هو يظهر لك الفيديو اللي تحته. تمام. طيب طبعا تقدر ان انت تعمله مثلا في سيركل او في عجله او في دايره او في اي شكل، تقدر ان انت تمشي معاه فريم باي فريم بالشكل ده. طبعا بيبقى فيه امكانيات تانية احسن بتتعمل في برامج تانية زي البريمير والافتر ودافينشي، وطبعا الموضوع بيبقى احسن من كده بكتير، بس هو هنا الى حد ما برضو بيقضي الغرض وما فيهوش مشكله وتقدر تستخدمه ويديك نتائج كويسه. يبقى ده الفيديو بتاعنا النهارده عن الماسك، وان انت ازاي تقدر تحط كذا فيديو فوق بعض وتعمل لهم ماسك وتظهرهم بشكل كويس. وبس كده. اتمنى اكون عرفت ان انا اوصل لك المعلومه واعرفك ايه هو الماسك وتقدر ان انت تستفاد بيه ازاي. وهو طبيعي باين من اسمه ان هو اظهار واخفاء، فالموضوع سهل ومش صعب في برنامج كاب كات بالذات عن برامج تانية. تعال بقى صديقي نتكلم عن مفاجأة النهارده وهديتنا لكل الناس اللي معانا على قناه دكتور ماريو، وهي خصم 20% على مونتاج اي نوع من الفيديوهات، سواء السبورت سواء الكوميرشال سواء الشورتس سواء اليوتيوب سواء الفيديوهات التعليميه او اي فيديو حابب ان انت تعمل له مونتاج. اتمنى ان انت تستفيد بالهديه دي، ولو عندك صديق حابب ان انت تفيده، الخصم ده صديقي مش مطول معانا كتير، هو لحد يوم الخميس اللي جاي، فلو تعرف حد عايز يستفيد من العرض ده تقدر تعمل له شير للفيديو. وطبعا تقدر تتواصل معايا من خلال الانستجرام ونظبط كل حاجه سوا. ولحد هنا خلص الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنساش لو استفدت اعمل لنا لايك، ولو ناوي تكمل معانا في قناه دكتور ماريو رحله كاب كات اعمل لنا سبسكرايب وفعل لنا الجرس، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.